السلام عليكم واهلا بيكم في فيلم جديد. فيلمنا بيبدأ مع حيوانات الغابة وهي نايمة بالليل، وبيصحى القرد الصبح يجيب فطار لباقي الحيوانات ويوزعه عليهم، بس ما بيفضلش حاجة ليه. وبيكتشف القرد ان هو بيعرف يتكلم زي البني ادمين، وبيبقى منبهر بكل كلمة هو بيقولها. وبيكتشف الفيل ان هو كمان بيتكلم، وبيتخض القرد والفيل لما بيلاقوا الشجرة بتتكلم، لكن بيكتشفوا ان الشجرة ما بتتكلمش، لكن بيستخبى جواها حيوان أليف بيتكلم. وبيطلبوا منه ان هو يخرج ويوريهم نفسه، لكن هو بيقول لهم لا هتخافوا مني، وبيقولوا له لا ما تقلقش بس عايزين نعرف بتعيط ليه. وبيخرج الحيوان وبيخافوا منه فعلا، بس بيحاولوا ان هم يمسكوا نفسهم ويتعاملوا معاه عادي. فبيقول لهم المخلوق ده ان هو مخلوق فضائي ونفسه يرجع بيته، فبياخدوا الفيل ويرميه في السماء على اساس انه كده بيرجع بيته. لكن الكائن الفضائي بيقع على الارض مرة تانية، وبيعرف القرد والفيل ان السبب اللي خلاهم يتكلموا كورة ماسكها الكائن الفضائي. وبياخد القرد الكورة وبيحاول يقرب من كل حاجة عشان يعرف هل الكورة دي شغالة ولا اي كلام. فبيلفت انتباهه الفيل ان الكائن الفضائي زعلان، فبيروح له القرد يعتذر له ويديله الكورة. وبيشرح الكائن الفضائي قصته للحيوانات ويقول لهم ان هو جاي من كوكب تاني اسمه سكيلترال، ومش مسموح له ان هو يرجع بيته غير لما يخلص مهمته. وبتعرض الحيوانات على الكائن الفضائي ان هي تساعده في مهمته، لكن بيرفض ويقول لهم الافضل ان انا ما اقولش ايه هي، وبيسيبهم ويروح يقعد لوحده. وبترفض الحيوانات ان هي تسيبه يمشي لوحده، وبتقول له احنا لازم نساعدك عشان تعرف ترجع بيتك، والا كده مش هتعرف تشوف اهلك. وبيفضلوا يعيطوا لحد ما الكائن الفضائي بيقبل بمساعدتهم. وبتعرف الحيوانات من الكائن الفضائي انه جاي عشان يغزو الكوكب، والحيوانات بتوافقه، وبتقول للحيوانات ان هو نجح في مهمته، اول حاجه هيعملها ان هو ينشر السلام. لكن الحيوانات بتفضل تجري يمين وشمال لحد ما بيخبطوا في خليه نحل، وبيحاولوا يهربوا قبل ما النحل يقرصهم. وبعدها الكائن الفضائي بيقول لهم ان اسمه فنيب، وبتعجب الحيوانات بفكره الاسم، وبيطلب الفيل من فين انه يديله اسم، وبيقول له انت عندك كرامب، فبيفتكر ان الفيل ده اسمه خلاص وبيفرح جدا. وبيقرر يدخل بعدها القرد وبيقول له انا دلوقتي دوري. وبيقرر الفيل ان هو يسميه مونكي، وبيجي بعدها الخرتيت ويقول له ان اسمه روكي. وبعد كده بتسأل الحيوانات فين دلوقتي انت خلصت مهمتك هتروح بيتك ازاي، فبيقول لهم ان سفينة الفضاء بتاعته عطلانة وبالتالي مش هيعرف يطير بيها. وبيتمشى في نيب والحيوانات ويغنوا لحد ما بيوصلوا لمكان مليان تيران بتاكل، وبيقولوا للتيران ان فنيب زعيمهم، ولكن بيطلع واحد من التيران وسطهم وبيقول مفيش زعيم هنا غيري. وبيرد عليه فيه وبيقول له انا كمان قائد. وبيحاول الحيوانات تعمل سور تمنع منه فيب واصدقائه من المرور، ولكن بيعدي فيب ومن بعده صحابه. وبيوقفوا طول القائد ويقول له ما ينفعش تبقى قائد وصوتك مش حلو في الغنى، انا احسن صوت هنا. ولكن فيب بيحاول يفهم التور ان الغنى والصوت مش هما الاساس انك تعمل حاجة بتحبها ونجح فيها. وبيستأذن ان هو يعدي، فالتور بيسيبه ان هو يعدي، وبيدوس الفيل على بيضة نعامة بالغلط وهما ماشيين، وبتطلع نعامة صغيرة. وبتحاول النعامة تطير، ولكن مامتها بتقول لها ما ينفعش احنا مش بنطير، وبتحضنها وبتقول لها يلا بينا نرجع العش بتاعنا. وبيسأل بعدها فيب الحيوانات ليه النعامة عصرت بنتها، لكن الحيوانات بتقوله دي ما كانتش بتعصرها، ده اسمه حضن، انتوا ما عندكوش احضان في الكوكب بتاعكم ولا ايه؟ فبيقول له فيب لا ده ما عندناش، ده بيعمل ايه؟ فبيقولوا له الحضن ده بيخليك احسن لما تبقى متضايق، كأنك بتقول له بحبك او انت شخص مميز عندي. ازاي ما عندكوش احضان على الكوكب بتاعكم؟ امال بتعبروا عن حبكم ازاي؟ فبيقول له فيب احنا ما بنعملش كده، ولو حابين نحس ان احنا مميزين بنغزو كواكب. بتقرر الحيوانات ان هي تحضن فيني، ولكن بيرفض. وبتشوف الحيوانات من بعيد قطاع التيران وهي جاية عليهم بسرعة، فبيطلبوا من فيني ان هو يركب على ظهر الفيل عشان يهربوا. وبيرفض فيني مساعدتهم وبيقول لهم ده ضد قوانين كوكبنا. ولما بتوصل التيران بيكتشف انهم بيقدموا فروض الولاء والطاعة لفيني، وبيتضايق فيني بسبب ان الحيوانات لطيفة معاه وبتحاول تساعده، وبيقول لهم ان المفروض ما يحصلش كده عشان ما ينفعش تبقوا لطاف معايا. وبيظهر القنفذ وهو ماشي لوحده في الغابة لحد ما بيوصل للمركبة الفضائية، وبيكون منبهر بيها ويحاول يلمس كل حاجة فيها ويستكشفها. وبيسمع القنفذ صوت من المركبة بيطلب من فين ان هو يديله تقرير عن المهمة بتاعته، وده عشان يبدأوا بغزو الأرض ومحو الكائنات اللي عليها. فبيتخض القنفذ وبيقرر يروح يقول لباقي الحيوانات. ويجي وقت الغروب وبيستعجب فين اللي بيقول ان احنا ما عندناش غروب على الكوكب بتاعنا، وبتقول له الحيوانات لما الشمس بتروح ده بيبقى ميعاد نومنا. وبيقعد يتفرج على غروب ويشدوا الفيل ينام جنبهم. وبيحلم فين ان هو بقى بطل الكوكب بتاعه، وبيقوم فين بيروح للسفينة بتاعته وبيحاول يتواصل مع الكوكب بتاعه. وبتقوم الحيوانات من النوم بتروح تدور على فيني،
وبيقابلوا في طريقهم القنفذ اللي بيبقى فقد النطق هو وباقي الحيوانات، وبيحاول يفهمهم الموضوع بس ما بيعرفش، وبيضغط بيني على الزرار الأحمر اللي بيوصله للكوكب بتاعه، وبيظهر ضوء عظيم في الفضاء، وبتيجي سفينة كبيرة بينزل منها قائد والد فيني، وبتتفرج الحيوانات على المشهد من بعيد، وبيسأل القائد فيني عن الكائنات الأرضية عشان يدمرهم، ولكن فيني بيكذب وبيقول له أنا ما غزتش الأرض، أنا طلبتك للمساعدة. فبيتضايق والده جدا وبيقرر يغزو الأرض بنفسه، وبيحاول فيني يخوف والده ويقول له كلام كذب عن الحيوانات وإن هم أقوى منه، وبيقتنع والده وبيقول له إن هو هيسيب الأرض ويرجع سكاردلر، وفيني هيدور على كوكب تاني يغزوه، وبتعرف الحيوانات إن فيني عمل كده عشان ينقذهم، ووالد فيني بيوريله باقي الكواكب عشان يختار واحد يحتل، ولكن الحيوانات بتقرر تقتحم السفينة وبتساعد فيني، وقالوا لوالده الحقيقة وإنه احتل الأرض ويقدر يحررها، لكن والده بيرفض الفكرة ويقرر يحارب الحيوانات ويقضي عليهم، لكن الحيوانات بتنتصر عليه وكمان بتنقذ فيني من قبضة الحراس، وبيقول فيني لوالده إن الحيوانات دي عندها الأقوى من السلاح، وبيروح حضنه وبيقول له الحضن ده أقوى من أي حاجة، فبيعيط والده وبيقول له أنت عملت إيه؟ فبيقول له فينيب أنا كده بحسسك بالتميز، وبيودع فيني كل الحيوانات وبيدي لكل حيوان هدية، وبيخلص فيلم النهاردة على كده بعد ما سكان اسكندراد عرفوا يعني إيه حضن وغير حياتهم للأبد. لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشرفنا باشتراك في القناة لو عجبك المحتوى، ولو عندك فيلم عايز تلخصه أو عندك تعليق على المحتوى يا ريت تشاركنا برأيك تحت في التعليقات. كان معاكم عادل كامل من قناة كشك أفلام، أشوفكم يوم السبت الجاي على نفس القناة، هتوحشوني، سلام.